مساء الخير. هعمل معاكم كنافة محشية بكريمة البلح. انا جبت بلح عادي من اللي هو التمر اللي احنا بناكله بنفطر بيه، مش البلح الناشف، وقطعته قطع صغيرة وحمرته بسيط قوي، يعني بمعلقة زبدة. وبعدين هبتدي انزل عليه بالنشا واللبن علشان اعمل الكريمة. نزلت عليها باللبن وبالنشا وبقلب. طبعا مش هحط سكر لان هو البلح اوريدي مسكر لوحده، مش محتاج حاجه. ونهدى عليها لغايه لما تبتدي تعمل شكل المهلبيه، ونقفل عليها خالص ونسيبها لما تهدى، ونشوف هنعملها ازاي في الكنافه. هجيب الكنافه بقى وهقطعها قطع صغيره قوي كده خالص، يعني مش فتافيتيا، لان انا هعملها كذا حاجه. انا هعمل جزء بالبلح، وهعمل جزء بالجبنه العكاوي، وجزء ساده، بس هي صينيه يعني يا دوب تاخد النص كيلو. وهلون جزء من الكنافه ديت بلون مختلف علشان هضيف شويه سكر هنا بتدي قرمشه، وشويه سكر هنا، وانا كده مظبطه كل حاجه. والجبنه العكاوي اهي، واحط بقى معلقه سمنه انا سيحتها. بسم الله. خلصت النص الاولاني وحطيت عليها كريمه البلح، اللي هي عباره عن التمر المتحمر شويه في حته زبده، وحطينا عليها اللبن والنشا. النص التاني انا حطيت عليه لون علشان احط عليه الكنافه، يطلع الكنافه النابلسيه، احط عليه الجبنه العكاوي. كده انا قسمت النص. نضيف بقى الجبنه العكاوي كلها كميه كبيره بقى كده علشان تدينا المطه الجميله. هحطها على البوتاجاز بقى. انا كده عملت نصين، بس دي بقى انا اخشى ان انا ادخلها يعني اقلبها في صينيه تانية، فغالبا انا هشوف لسه هدخلها في الفرن الوش يحمر بعد ما اخلصها خالص. انا اخشى ان انا اقلبها في صينيه تانية الكريمه بتاعه البلح تقع. هنشوف. بعمل معاها بقى المكرونه الكلباست، اللي هي معلقه ثوم كبيره مهروسه على معلقه زيت تتحمر، مش قوي يعني تاخد لسعه كده، وبنزل عليها بالطماطم وملح وفلفل اسود وزنجبيل وروزماري بس، واروح مقلبه بقى الصوص ده. وحطيت معلقه هريسه من دي، يعني معلقتين كده، هي جباره بصراحه بس، والملح والروزماري والفلفل الاسود، وممكن شويه بردقوش او زعتر. وبقلب عليها المكرونه بالصوص، تبقى مش واخده الحمار بتاع الطماطم قوي. خرجت الصينيه بقى من الفرن، اسقيها بالشربات على طول وهو بارد طبعا. الحاجه الوحيده الا اذا كان في حاجه تانية انا معرفهاش، البسبوسه الشربات بيكون سخن والبسبوسه نفسها بتطلع سخنه.